الصهاينة يراقبوا خطب الجوامع في كل الدول العربية، ويعطوا ملاحظات ضمن متابعات اتفاقياتهم مع الدول العربية، أو حتى ضمن هذه المؤسسات البحثية عبر منظمات، آسفة جدا، منظمة الأمم المتحدة هي قد لا تدرك ذلك، ولكن يطلب منها حتى نمول مثلا اليونيسف لتطوير التعليم. عليك يا يونيسف أن تطور التعليم في هذا البلد. تطوير التعليم أول جزء فيه أن تلغوا التربية الوطنية. ليش اسمه التربية الوطنية؟ أن تزيلوا كل، حتى في الدروس الدينية، كل الآيات التي تشير إلى بني صهيون، كل الآيات التي تشير تاريخياً دور اليهود، كل ذلك يجب أن يزال. وسأتيكم بالمعلومات، وهذا تقرير لرابطة مكافحة التشهير، هي مقرها أمريكا، وهو تقرير مشترك مع معهد توني بلير للتغيير العالمي. طبعاً توني بلير غني عن التعريف، وصيته واسع في حب العرب، وواقف مع العرب جداً. هو أكثر واحد ساهم ولا زال في التغلغل الصهيوني. إذن هذه الدراسة تقول أن حدثت منذ فترة بسيطة أصدر هذا التقرير. التقرير يقول حدث نجاحاً وتقدماً في تغيير المناهج في الدول العربية في عدد منها. فقد حذفت المواد التي تنتقد اليهود وإسرائيل من الكتب المدرسية من الحضانة حتى الجامعات. ورغم ذلك، رغم هذا التقدم، طبعاً لا يزال غير مقنع أو مجدي. صهاينة يريدون أكثر، كل ما تعطيهم يريدون أكثر. يشير التقرير أن هناك حاجة لإعادة النظر في مناهج الجغرافيا والتاريخ. أنا كانوا المواد المفضلة لي جغرافيا التاريخ. ما كان مسموح أن تكون خارطة إسرائيل، يريدون خارطة مكتوب عليها إسرائيل. يريدون في التاريخ أن تدرس المناهج، أن تدرس الهولوكوست، المحرقة، وأن ترفع من التاريخ كل السرد المختص بالصراع العربي الإسرائيلي. يريدون رفع ذلك. هذا مركز دراسات وبحوث يعني بريء في واجهته، خبيث في كل من يموله. مهم. يريدون أيضاً، يذكر التقرير أن هناك ضرورة التنويه إلى أن عدد من المنظمات الأمريكية المختصة في مجال وضع المناهج والسياسات التعليمية والتربوية، بالتأكيد سمعتوا وقرأتوا كثير، وبعض المنظمات الدولية، الأمم المتحدة والبنك الدولي، الIMF، عملت جهود جبارة لتعديل المواد التعليمية في المدارس العربية من رياض الأطفال كما قلت حتى الجامعات. يرتكز في ذلك، الركيزة في ذلك هو تعليم هم يسموه بين مزدوجين السلام والتسامح، وكأن نحن العرب بحاجة إلى من يعلمنا التسامح والسلام، ما كأنه ديننا وكل ثقافتنا هي بالعكس مبنية على التسامح. وبعد عقدين من 11 سبتمبر أنه قالوا أن لا زال هناك حاجة إلى تغيير المناهج، لأن مثل هذه المناهج ستخلق هؤلاء الذين قاموا ب 11 سبتمبر. تقرير مفصل يأتي بأسماء الدول واحدة واحدة، ولكني يعني سأشير لبعض النقاط الأساسية. مثلا في المغرب هناك إشادة بالمغرب أنها غيرت المناهج لتشمل إسهامات اليهود في بناء الدولة المغربية وإسهامات اليهود في التراث المغربي. ثم يشير أن الكتب المدرسية في المغرب وضعت صورة الملك محمد السادس وزياراته إلى بيت ذاكرة اليهود المغاربة في صويرة، ليكسر بذلك الحاجز النفسي لدى الطلاب المغاربة إذا كان الملك يزور صويرة وإلى آخر. صويرة معروفة مزار لليهود. إذن علينا نحن أيضا أن لا يكون لدينا حاجز للتعامل مع الصهاينة. بالنسبة لمصر في المناهج التعليمية، ذكر التقرير أن الأزهر الشريف يشير التقرير أنه أضيفت دروس في المناهج تحث على تقبل الآخر وإزالة آيات قرآنية حول الجهاد، وهذه لم تكن في مصر فقط. كل الآيات في الدول العربية التي دخلت لها المؤسسات والمكاتب المختصة في إعادة أو تطوير التعليم
إلى آخره، أصرت على أن هذه الآيات تحذف من الدروس الدينية. ليس فقط الجهاد ولكن كل ما يذكر اليهود. لكن التقرير ينتقد أن في مصر لا زال كتاب الصف الخامس الابتدائي يذكر بخيانة اليهود، وأن اليهود لا عهد لهم بعد أن خانوا الله ورسوله، وطالب التقرير بحذف هذه الفقرة من كتاب الصف الخامس الابتدائي.